ده شكل طبقنا النهائي يا حبايبي. ورق العنب اللي احنا عملناه بربع كيلو لحمة مفرومة، تحفة بجد يا جماعة. تعالوا بقى نشوف عملنا ازاي. صباح الخير عليكم حبايبي، اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهارده هعمل لكم ورق العنب باللحمة المفرومة. تمام كده. ادي ورق العنب اللي انا مفرزاه عندي بلونه اهو. وانا بشيل كمان العروق بتاعته دي، بحطها في قعر الحله، بتدي مزازه حلوه للورق العنب. عندي نص كيلو لحمه، هاخد نصه بس، يعني هعملها بربع كيلو لحمه. تمام كده. دي شوربه لحمه عندي، انا كنت شايلاها في الفريزر، طلعتها تفك وهي فكت اهي. بس كده، وهبتدي بقى شغل. يلا بينا. هبتدي استعمل بصلايه وسط اهي، هطحنها في الكبه. جبت هنا تقريبا كوبايه ونص رز مغسوله وجهزتها. هحط في الكبة بقى على البصلة التوابل اللي انا عايزاها. شوية ملح اهو كده، بس بلاش ملح كتير عشان هي الوصفة دي مش بتبقى الملح كتير يعني. شوية فلفل اسود، بهارات حبة حلوين بس عشان ايه؟ اللحمة. تمام كده. وشوية زعتر. شوية زعتر بيودوا الوصفة دي في حتة تانية، خلوها حلوة قوي قوي. بس كده. يا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للي اول مرة يشوف القناة، وفعلوا زرار الكل عشان يبان لكم كل ما هو جديد. ميرسي ليكم. خلي بالنا ان انا هطحن البصلة بس مش عايزاها ناعمة قوي، يعني عايزاها انها تبان ان فيها خورة صغيرة كده. عايزه اقول لكم ريحة البصلة بالتوابل جميلة. بصوا اهي، يعني ما تبقاش مفرومة عندي قوي، عشان عايزاها تبقى مفلفلة كده مع الرز، تدي طعم حلو. هبتدي احطها كده على الرز. الرز عندي مغسول كويس جدا اهو. بالمنظر ده كده، كله نايف ني، انا ما حطيتش حاجه على النار اصلا. تمام. اللحمه هاخد نص اللحمه، يعني ده نص كيلو، انا هاخد نصه يعني ربع كيلو اهي. بصوا اهي. وكمان دول مش هاخدهم كمان، يعني كمان ايه، ربع كيلو الا حته كده اهي. الريحه حلوه جدا يا جماعه، حلوه قوي قوي. اهي. هاخد شويه زيت عليها، شويه زيت كده حلوين علشان الرز يطلع معايا مفلفل، زي ما احنا متعودين نطلع المحشي بتاعنا الرز الواحده بوحدتها. فايه، عايزين نفضل زي ما احنا. وادي معلقه سمنه. معلقه السمنه دي لان اللحمه عندي حمرا قوي فما فيهاش دهون، فبدل الدهون اللي في اللحمه، لو اللحمه عندك فيها دهون ما تحطيش سمنه. بس مع ان هي السمنه برضو يعني بتدي ريحه حلوه، او حطي نص معلقه، يعني بلاش معلقه، حطي نص معلقه بس اهي. انتوا شايفين حتى اللحمه حمرا عندي قوي، مفيهاش دهون خالص. بس هي دي الوصفه اللي انا هشتغل بيها وهحشي بيها المحشي. بس كده. التوابل والبهارات بتاعتها حلوه جدا جدا. هقول لكم بقى ورق العنب هنعمله ازاي. ورق العنب هنا عندي مجمد. تمام. بالنسبه لورق العنب مش هستنى اما يفك، انا هشتغل بيه مجمد كده. تمام. حله ميه جبتها غلت اهي معايا، هحط بتاع معلقه زيت كده بس كده، عشان تديله لمعه لما يعني على الصباع نفسه، يعني يبقى فيه لمعه كده اهي. بصوا هحطها زي ما هي اهي.
انا مش هسلقها، يعني هي يدوب تفك وهطفي على طول اهي. بصوا لونها جميله جميله حلوه جدا اهي، وابتدت تفرط اهي عن بعضها اهي. دقيقتين بالظبط وهطفي، دقيقتين بالظبط، لان انا مش عايزاها تتسلق، بس تفك بس. انا مش عايزه اقفل الفيديو على اساس تبقى انتوا معايا خطوه بخطوه زي ما احنا متعودين. انت هتحسيها بالمعلقه، يعني لو فكت انت هتحسيها كده بالمعلقه ان هي خلاص. بس كده هطفي عليها واصفيها في مصفى. ده عندي ده شكل ورق العنب عندي بعد ما صفيته، وبفتح عليه ميه جاريه شويه عشان يبرد يعني وكده، ما يتهرش مني. الواحده بوحدتها اهي، واللون حلو جدا اخضر قوي اهو زي ما انتوا شايفين. في الحله حطيت العروق بتاعته اهي، كانت عندي حبه، وهكمل واحط قوطه وبصل علشان ايه ده بيبقى زي بطانه كده في الحله من تحت. بعد ما جهزنا عندنا الورق العنب هنجهز الحله اللي هنحط فيها. ده اللي بحطه في قاع الحله من تحت، بطانه يعني للمحشي. وبرده العصيان بتاعت الورق العنب تحت اهي، او العيدان يعني. بس كده هنشوف مع بعض انا بحشي ازاي، عشان لو معانا مبتدئين او مبتدئات يعني يعرفوا بس طريقة الحشو ازاي. بفرد الحشو عندي كده وبحشي من الناحية الخشنة مش من الناعمة. الناعمة بتبقى بره وبيبقى فيها لمعة اهي، دي من الزيت اللي احنا حطيناه في المية اهو. بيبقى عندي الصباع حلو كده. ناخد واحدة كمان اهي، يطلع عندك احلى صباع محشي اهو اهو. بس هكمل بقى باقي الكمية عشان الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم تاني. كنت عاوزة اقول لكم حاجة بخصوص الحشو في الحلة. يعني لو انا مثلا ماشية النظام كده تمام، الصف اللي وراه يبقى نظامه في الرص كده تمام، ويبقى فيه مسافات كده بين كل واحدة والتانية، ما بقاش ملزقة فيها تمام كده، علشان يطلع برضو الواحدة بوحدتها. وبرص كده بالمنظر ده. ده الشكل النهائي حبايبي لورق العنب زي ما شفناه خطوة بخطوة. كنت هنا غليت شوربة اللحمة ومصفياها ومحيقاها وكل حاجة، فمش هحتاج حياء تاني. ابتدي اسقي كده ورق العنب كده، اسقيه بالراحة. هو في حاجة نسيت اقول لكم عليها، هحط نص معلقة سمنة على الوش برضو بتدي طعم حلو قوي. معلش انا اسفة نسيتها. بوزعها كده حاجة بسيطة كده بس تدي طعم تمام. وهحط برضو نقطتين زيت بس كده. اكمل بقى الشوربة. بس انا كده اكتفيت كده تمام قوي كده. طبعا الشوربة سخنة عندي. ابتدي احط طبق كده عندي على اساس المحشي ما يفكش، وعلى نار هادية خالص اسويه. بعد ما تشرب شلنا الطبق من عليه بالظبط. دلوقتي فاضل له 3 دقايق بالظبط، فهنرجع نغطي تاني وبرده على نار هادية ونسيبه لحد ما يتشرب خالص. ده الشكل النهائي حبايبي لطبقنا النهارده، محشي ورق عنب باللحمه المفرومه.
يا رب يكون عجبكم، ويعتبر اقتصادي لان احنا عملناه بربع كيلو لحمة بس، ومشبع جدا، وجربوه مش هتندموا. ادي شكله النهائي، والرز اهو مفلفل خالص ومستوي اهو. يا رب الفكرة تكون عجبتكم وتجربوها، واشوفكم في فيديو جديد.